السلام عليكم بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله بخير يا ربي وبصحة وبعافية. نبدأ الفيديو بالصلاة على محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم. أي وحدة تدخل الفيديو تصلي على محمد. هنا بنات مثل ما تشوفون هذا الفصال معاد بناء على طلب أحد المتابعات، قالت يا ريت توضحي لنا وتعيدين لنا الفصال. بنات الفصال كل سهل وبسيط. اليوم راح أنزل بس طريقة الفصال، يعني الخياطة ما راح أنزلها لكم، وأشوفكم مقتطفات أيضا من الفصال. الردن مالته لاستيك، الفصال اللي قبله الردن كانت يعني بدون لاستيك. هسه نبدي بنات بطريقة الفصال، كل سهلة وبسيطة. إن شاء الله أوفي وأكفي بالشرح. شوفوا بنات، أول ما طبقت من جانب القطعة النص متر شلت من عندها الردانات. شوفوا بنات، هاي الردانات اللي شلتها أول شي. طبعا أشكركم شكرا جزيلا على الفيديو السابق، على كمية المشاهدات اللي مشاهدين الفيديو، وأهلا وسهلا، وأرحب ترحيب خاص وعام لكل متابعاتي، وترحيب للمتابعات الجدد اللي اجوني للقناة. يا أهلا وسهلا بكم. هنا بنات شوفوا هاي المترتين أنا طابقتها وراح أفتحها من الجانب. عندي جهة مفتوحة وجهة مسدودة، راح أفتحها من الجانب على المود، أشيل طية وأفصل طية قدامكم. أول شي أفصل الأمام. هنا شوفوا بنات كملت، راح أشيل طية الظهر وأخلي الأمام. شوفوا بنات أني قلبتها على الأبطانة مالتها القطع على مود تشوفون. هنا عندي 4 أصابع وأشرت، هاي محيط الرقبة، و5 أصابع الكتف وأيضا أشرت. شوفوا بنات، ما تفصليها من ال4 أصابع، العفو الكتف، تفصليها رأسا تبدين من نهاية القطعة. شوفوا فتر وأصبع وتأشرينها، هاي راح تبدين القصة. وعندك الصدر شبر و4 أصابع وأيضا تأشريها. هنا راح أجر سهم من السبعة مالت الصدر لحد التأشيرة اللي أشرتها نهاية القطعة. شوفوا بنات بهالشكل هذا. فصالها كلش سهل بنات. إن شاء الله الشرح يكون واضح وتستفادون بنات من الفصال. هسه ايش راح نسوي؟ راح نقص البدن نفصله عن الصدر. شوفوا بنات بهالشكل هذا، شلنا الصدر وأشرت قصة الردن. هاي حفرة الردن من تحت الأبط بالبدن. شوفوا بنات شلون من قصة شرخة، أيضا نفس القصة شرخة هماتين هيك تنقص. شوفوا بنات على شكل مثلث، تنزلين فتر واحد بس. إذا أكو مرأة سمينة كلش ضخمة نزلي شوية، أصبعين 3 نزلي عادي. أكو بيهن يعني زبونات يردن فضفاضة ننزل شوية. على المود إذا تحتاج مثلث للردين. هنا شوفوا بنات من هاي التأشيرة اللي أشرتها، أشرت أصبعين انطيت زيادة شبر. طبعا هاي تصير تتقدم شبر. ليش قدمناها شبر؟ لأن عندنا هناك البدن راح تصير القصة مالته 7، فهاي كلها تصير خرطة. أما بالصدر فراح نقدمها. شوفوا بنات هاي المسطرة تاخذ حيز، انطيت زيادة آني. هاي محيط الرقبة نقصها 3 أصابع النزلة مالتها. هسه نبلش بحفرة الردن. حفرة الردن شبر و4 أصابع، ال4 أصابع اللي تكون هي بالبدن. زين بنات، هنا عندي نزلة الرقبة أي الدلعة راح تكون 5 أصابع النزلة مالتها المربع، والعرض مالتها 4 أصابع على نفس القياس مالت المربع. أكثر من 4 أصابع بنات، 5 6 أصابع، لأن عندنا يلمها المسطرة مالت الدقام. إذا القماش قليل عندكم أنتوا أخذوا القياس الاعتيادي 4 أصابع
وخلوا مسطرة، يعني المسطرة كوها وخيطوها وبعدين خلوها على الصدر، هماتين تصير كلش حلوة. هاي إذا عندكم القماش قليل ما يكفي. هنا أيضا شوفوا بنات 4 أصابع وتقصين هاي الحفرة على المود لي بوط عندك من الصدر. أحد المتابعات كاتبت لي، نسيت طبعا اسمها بالضبط، يمكن صاحبة قناة هي هماتين، قالت لي الدشداشة عندي تنفخ من منطقة الصدر، من يم الإباطات تنفخ، النفخة يكون زيادة عندك بالقماش. زين بنات، هاي تنقص على المود لا تكون عندك هاي النفخة. زين بنات، شوفوا 4 أصابع، ومن ال4 أصابع لحد نهاية الصدر تقصيها. شوفوا بنات، إصبع واحد تشيلين بالدشداشة العدلة، بالدشداشة بس الشرخة لا تكون شرخة صغيرة لأن راح تلمها المسطرة، فالشرخة ما تنقص. بس الدشاديش العدلة، القمصان، الفساتين، هذا القياس الفصال هذا مربع مسبع أيضا تقصين هاي المنطقة. شوفوا هاي التدويرة ما راح يبوط عندك ولا ينفخ من الصدر نهائي. شفتوها الدشداشة لابسة الملكانة بنات، نهائيا ما تنقص. هاي عندي منطقة الخلف. شوفوا بنات، تجيبين الصدر القصيتي وتطبقين المسطرة، لأن عندنا هاي زيادة المسطرة إذا تخليها راح يصير الظهر هواية كبير. شوفوا بنات، وأيضا تأشرين، وهاي ال4 أصابع. شوفوا بنات، نفس المكان القياس اللي خيطتي العفو فصلتي بالأمام نفس الشيء من الخلف، لكن تنطين عرض زيادة شوية. انطيت إصبعين أني من منطقة الأبط، انطيت زيادة أصبعين، أخليها هاي زيادة أثناء الخياط. كل شيء يصير يعني تريده، بعدين تقلك الدشداشة لمت، بعدين تقلك تريدها أعرض. الزبونات مرات يعني تخيطي لهن مثل ما يريدن وبعدين يقلبن عليك، فأنت دائما خلي زيادة بالعرض، مو بالمنطقة الكتف أو يعني بطول الصدر، لا انطي بس بالعرض من الجوانب. شوفوا بنات شلون القياس طلع مرتب ومضبوط. إذا تردينها أم البنسات انطيها عرض من الخلف ويعني حيز البنسات انطيها زيادة، إذا تريديها بنسات انطيها زيادة بالعرض. هنا نجي على الردانات. أيضا أحد المتابعات قالت أنا ما أعرف شلون يقصون الردانات، شلون تفصلوهن، شلون تتفصل. كلش بسيطة الردانات. شوفوا بنات، هسه راح أعدل قطعة الردانات وأيضا أفصلها قدامكم، وراح أنطيكم معلومة ثانية هماتين على المود الكسرات شلون تسويها. هنا عندي الردانات شبرين وفتر، ما أريد الردن كلش طويلة لأن صاحبة الدشداشة ردنها ايدها مو كلش طويلة. شوفوا بنات، 5 أصابع وتدخلين 3 أصابع. شوفي بهالشكل هذا، تخلين ايدك وتردين تقوسيها، سوين تقويسة. كل سهلة قصة الردن. شوفوا بنات بهالشكل هذا، تأشريها من النص، وهنا هماتين أيضا راح أخذ من العرض من منطقة المعصم. بنات احتمال اكو بنات يقولون ليش ما تقيسين بشريط القياس؟ بنات القياسات كلش سهلة ترى، ما تحتاج يعني شريط قياس، والله بالإيد يعني أسهل وأضبط وحتى أنا بالشرح عندي سريعة. شوفوا بنات، هنا عندي هذا الفتر اللي بقى عرض من البدن. شوفوا بنات، هاي راح تكون كسرات. الكسرات راح تكون على قد الدانتيل، راح يكون دانتيل من الجوانب، من الدانتيل للجهة الثانية الدانتيل راح تكون الكسرات بالنص بس، أما الجوانب فما راح أخلي عليها كسرات. وشوفوا التدويرة شلون راح تكون حفرة الردن كلش حلوة ومرتبة. هنا بنات شوفوا هاي حفرة الردن، هنا خيطته. شوفوا كسرات أيضا من النص، ما بيها كسرات بس من النص. إن شاء الله عجبكم بنات الفصال واستفاديتوا من عنده. وهنا هذا الفصال بنات أنا خليته لكم بداية الفيديو وبنهاية الفيديو على المود تشوفون. شوفوا بنات الصدر شلون مرتب، وأيضا ما بي نفخة من الجوانب، لأن سوينا هاي القصة من منطقة الأبط.
إن شاء الله عجبكم الفيديو بنات واستفاديتوا من عنده، وأشكركم هواية على تعليقاتكم، على اللايكات، على المشاهدات. أشكركم شكرا جزيلا، ويا أهلا وسهلا بالجدد، وسلامي وتحياتي لمشاهداتي ومتابعاتي القديمات. كلكم على راسي، أحبكم هواية، ومع ألف سلامة. ألتقيكم بفيديو جديد.